انت عارف ان احنا عندنا بوق ملعون؟ زمارة كانت هي السبب في النكسة وهي السبب في الثورة، وحاجات تانية هقول لك عليها. البوق ده بوق توت عنخ آمون، وهو من ضمن الحاجات اللي اتلقت في المقبرة بتاعته. بس تعالى اقول لك كده شوية حاجات عن البوق ده. سنة 1922 طفل كان ماشي عادي، وهو ماشي اتخبط في حجر، بدأ يبص على الحجر ده ولقى اشكال غريبة، فراح بسرعة جري على اهله وبلغهم بالموضوع. اهله شافوا لقوه مقبرة فرعونية، فبلغوا الحكومة وتم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الملك اللي من أسرة 18. طفل كان عنده 9 سنين، والده سابه فارق الحياة وبقى أصغر ملك موجود عنده 9 سنين، بس كان بيتعرض لمشاكل كبيرة وكان الوزير بتاعه ضده لحد ما الوزير عمل انقلاب ضده. توت عنخ آمون غير اسمه من توت عنخ آتون لتوت عنخ آمون، وحكم مصر فترة 10 سنين، وفي خلالهم حاول يعمل تغيير جذري في كل حاجة من الصراعات الدينية والسياسية ويحل المشاكل اللي موجودة عنده في بلده، وعلى قد ما قدر حل المشاكل دي. لكن هو عنده 19 سنة، هو كمان فارق الحياة، واتقال عنه وقتها انه اتغدر بيه من الوزير بتاعه لان الوزير بتاعه عمل انقلاب ضده. وتعرف الموضوع ده اكتر لما لقوه مدفون في مقبره غير المقابر الملكيه بتاعه الملوك بتاع زمان، لان المقبره دي كانت فقيره وعلى قد حالها. بعد اكتشاف المقبره تم فحص الجثمان بتاعه، ولقوا ان طريقه التحنيط مختلفه تماما عن طريقه تحنيط الملوك، وخصوصا ان القلب مش موجود، ودي كان الحاجه اللي القدماء المصريين بيهتموا بيها جدا، علشان عندهم القلب هو الرمز اللي بيقف بعد كده علشان يدافع عن الشخص بتاعه، وعلى حسب معتقدهم هو السبيل لوصول الروح ليه علشان الروح توصل تاني للجسد بتاعه. وطبعا في معتقدهم لما يشيلوا القلب انه كده الروح مش هتوصل للجسد تاني. فعرفوا في وقت اكتشاف المقبره انه تم الغدر بيه، لكن المقبره بتاعته كانت مليانه حاجات كتير جدا، ومنها الاواني الذهبيه والاواني الخشب اللي مدهونه ذهب، ومنها القناع بتاع الملك اللي كان وزنه 7 كيلو ذهب. بس من ضمن الحاجات دي حاجات تخوف زي البوق الملكي. بوق توت عنخ آمون كانوا بيستخدموه في الاحتفالات وفي اوقات الحروب، ومن بعدها ما حدش بقى يستخدمه لحد ما جت سنه 39 اللي فيها طلبت الحكومه البريطانيه من الحكومه المصريه انها تعزف على البوق ده، وان هم هيبعتوا عازف متخصص في الانواع دي من البوق اسمه جيمس، وده كان هيعزف على البوق ده. وفعلا جه جيمس وضرب البوق، ويا ريته ما ضربه، لانه تاني يوم على طول قامت الحرب العالميه الثانيه واللي فيها خسرت بريطانيا، وكانت كارثه على العالم كله. وده طبعا كان ايام الملك فاروق. وبعدها بحوالي 30 سنه جه واحد تاني وقال لك لا، الكلام ده كله اشاعات والبوق ما فيهوش اي مشاكل، وانا هوريكم وهضرب في البوق ده. وفعلا مسك البوق وبدا ينفخ فيه نفختين. في نفس السنه حصلت نكسه 67 اللي كانت كارثه على مصر كلها، والاستخدام الثالث ليه كان سنه 1990. وبعدها على طول قامت حرب الخليج، واخر مره في 2011 جه وفد وقرر ان هو يجرب البوق ده، وفعلا بعد تجربه البوق 25 يناير قامت الثوره. يعني كل مره اتضرب فيها البوق ده حصل بعديها مشكله كبيره. والبوق ده من ايام الملك توت عنخ آمون. القدماء المصريين اللي عندهم اسرار لحد اللحظه دي محدش يعرفها، من ناحيه اسرار لعنه الفراعنه لبنى الاهرامات للتحنيط، واسرار كتير جدا كل يوم العالم بيكتشفها، وبيكتشف قد ايه القدماء المصريين كانوا متقدمين وعندهم حاجات احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عنها اي حاجه. ومن ضمن الاسرار دي زود على معلوماتك البوق الملعون اللي محدش يعرف سر النفخ فيه بيجيب المشاكل بعدها ليه. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده، ويا ريت لو حد عنده معلومه عن البوق ده يقول لنا نعمل فيه ايه بدل ما يجيب لنا مشاكل تانيه.